سيسلمها لفراس الخطيب الذي يلقى التحية من الجماهير الحاضرة في هذه المباراة. نعم، لأنه فراس، لأنه النجم، هكذا هو العراق دائما وابدا. الكرة في الجهة اليسرى ترسل للامام، محاولة لفراس الخطيب، يحاول فراس بيسيطر على الله 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 على فراس ومروره، لكن الكرة ابعدت وتحولت الى ضربة ركنية. لم يكن متوقعا المدافع الذي كان خلف فراس بأن فراس سيفكر بأن يمر بتلك الطريقة، لكنه مر وكسب ضربة ركنية. ضربة ركنية لصالح المنتخب السوري في هذه اللحظات. كرة تلعب للأمام، يا الله، العارضة بدلا من عامر، العارضة بدلا من عامر شفيع تحرم نسور قاسيون من التقدم مرة أخرى، لكن عامر شفيع في الموعد، لكن لم يوفقون في ذلك. يا لها من راسية، راسية من؟ راسية من؟ راسية اللاعب البديل. انطلاق يوسف قلفة، مر، تقدم، محاولة لصالح نسور قاسيون. النسر الشامي، النسر السوري قد يحلق في أي لحظة من لحظات هذه المباراة. كرة ترسل للأمام، وصلت لفراس. الله 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 يا فراس، النسر السوري حلق، نسر الشام على ضفاف شط العرب حلق. ألم أقل لكم إنه فراس الخطيب، إنه فراس الخطيب. الله عليك، الله على قدم يسرى، الله على هدف المباراة الأول عند الدقيقة 85. فجر إبراهيم كان يدرك تماما بأن ما حد راح يخلصه إلا الخطيب، إلا فراس، إلا القاعد. الله على الكرة العرضية، شوف الاستلام، شوف الكنترول، لم يحتاج لكثير من الجهد، هو يعرف الطريق التي تؤدي إلى المرمى. نسور قاسيون أخيرا يسجلون، أخيرا يتقدمون لتتحرك شباك عامر شفيع. يا لها من قدم يسرى وقدم يمنى وحتى راسك يا فراس، أنت دائما هكذا. عند الدقيقة 87 يسجل فراس لصالح المنتخب السوري، وهذا اللعب طالت على فراس، والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. السيد عبد الله العزبة يستعد، نعم، يطلق في هذه اللحظات حكم المباراة سيد عبد الله العزبة صافرته معلنا نهاية شوط المباراة الثاني. لا 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 لا، أشقاء وأخوان وحبايب، إذا أحبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، تنتهي أحداث هذا اللقاء بصور لا نتمنى أن نشاهدها بفوز المنتخب السوري بهدف مقابل لا شيء على المنتخب الأردني. سعدت بصحبتكم في هذه المباراة، على أمل أن نلتقي في مباريات ولقاءات قادمة. تقبلوا تحياتي محدثكم سمير اليعقوبي. الصوت والصورة ستنتقل للزميل عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن، تفضل، إليك الكلمة.